من حضرتك ثلاث كلمات أخيرة بشكل إيجاز، كلمة للشعب المصري الأول تقول له إيه؟ الشعب المصري تيقظوا تيقظوا، فهناك مخطط يستهدف تركيع مصر، وهناك من يعتمدون على سكوتنا وعلى ترفعنا ويراهنون على أن الفوضى بالغة مداها، وأن التضليل بالغ مداها، وأن الانتهازية بالغة مداها. أقول لشعب مصر تيقظوا تيقظوا وانتبهوا، فهناك من يعبثون بأقدار مصر ويخططون لتركيع مصر. كلمة للفريق أحمد شفيق. اشمعنى الفريق أحمد شفيق؟ عشان هقول لحضرتك الدكتور محمد مرسي. طب الفريق أحمد شفيق أنا هقول له أنت إذا نجحت في الانتخابات عليك عبء كبير جدا، لأنك سوف تتسلم رئاسة مصر في ظروف ملتبسة وفي ارتباكات ضاربة الأطناب في كل باب، وهناك من هو مهيأ لاتهامك على أي سبب ولأي سبب، وبالتالي لابد أن تكون متيقظا مش لكل فعل، لكل لفظ يصدر عنك. وأنا مطمئن إلى أنك بحكم أنك رجل دولة وأنك رجل عسكري وكنت قائدا للقوات الجوية ولك تجربة مشهودة في مطار القاهرة الدولي وفي مطارات متعددة وفي مصر للطيران، أنك أنت قادر. وأنا تابعت ال 14 إنجاز التي أنجزها في الفترة الضئيلة جدا القصيرة جدا التي مكث فيها رئيسا للوزراء. بقول ان ده يرشحك انك انت تستطيع ان تنجز، بس خلي بالك انت ان اتيت فسوف تكون معبرا عن كل اطياف المصريين، لانك لم ينتخبك فصيل معين، انتخبك المسلمين الغير مسيسين، وانتخبك المسيحيين، تمام، انتخبك الحزبيين، وانتخبك المستقلين، انتخبك الشباب والكهول والشيوخ الذكور والاناث. وبالتالي انت لازم تبقى لمصر كلها، ويبقى وفائك وادائك لمصر كلها. وانا لا اشك في انك سوف تكون قادرا على هذا، وادعو لك ان اتيت بالتوفيق لتخرج مصر من وهدة ما هي فيه. كلمة للدكتور محمد مرسي. اتق الله في مصر. فول ستوب. فول ستوب. فول ستوب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.